السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد، بس اتفقين نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا كتير. طبعا بقى ايه، جايين النهارده في وصفه حلوه جدا جدا باذن الله هتعجبكم. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. زي ما انتم شايفين كده بقى معانا تربيه بط معانا زي الفل ما شاء الله، كلتها حيويه كلتها نشاط. ده بط مسكوفي بجد ما شاء الله حلو جدا جدا. وعايزه اعرفكم بقى ايه فايده فايدة اي وصفة لاي بط. ما تستهونيش باي وصفة انت تعمليها للبط بتاعك. فزي ما انت شايفة كده طبعا انا قلت بقى ايه احط لهم بقى الاكل واشوفهم كده بقى ايه ونشوفهم مع بعض ونصور مع بعض النهارده. زي ما انتم شايفين كده بقى ايه مليت لهم كده ميه كده في الطبق بتاعهم كده. طبعا اهم حاجه عامل كبير قوي جدا جدا للبط الشمس. اهم حاجه طلعهم كده في الشمس عشان يبقى كلتهم ايه حيويه ونشاط، لان في العمر ده ممكن لا قدر الله ممكن يجي لهم كساح. فلازم يكون المكان عندك يكون ما يكونش فيه رطوبة، يكون ايه حامص كده، يكون يعني ايه مش شمس. ويكون المكان حتى ناشف. ناشف المكان اللي هم قاعدين فيهم متواجدين فيهم او بيناموا فيهم لازم يكون ناشف، لان لو الارضية ذات نفسها لو مبلولة او او رطبة او فيها مية ممكن لا قدر الله تسبب لهم الكساح. فده اول حاجة. فلازم زي ما انا قلت لك كده لازم المكان يكون لو انت مخصص لهم مكان بقى ايه بيناموا فيه لازم تفرش لهم كده ايه فرشة كده، اذا كان لو عندك نشار او قش تبتدي ان انت تفرشها لهم طبقة كده ويناموا عليها. وبعد كده بقى ايه تشيليها كده وتنضفي المكان المكان اللي هما بيناموا فيه. طبعا انا من كل من الليل لليل يعني ما باجي بيتهم بفرش لهم كده طبقة قش كده يناموا عليها، وبعد كده بطلعها واكنس المكان وانضفه. فزي ما انت شايفه كده ما شاء الله المكان البط عندي ما شاء الله زي الفل، والمكان ناشف في نفس الوقت. واحيانا بطلعهم على السطح حوالي نص ساعة كده لو بس اهم حاجة ما تطلعهمش بقى ايه في الشمس اللي هي شمسية الظهر، لان شمسية الظهر حامية وممكن ايه لا قدر الله تخليهم تجيب لهم سخونية او تجيب لهم اي يعني ايه تبقى حامية عليهم ومرضوا كده ويجي لهم اي حاجة لا قدر الله. فلازم تطلعيهم في شمسية الصبح. شمسية الصبح تبقى طالعة كده وهادية، وفي نفس الوقت تتحمصهم وبتقوي عظام بتقوي عظم. فما شاء الله بتخليهم حلوين جدا جدا. وزي ما انا قلتلك اول حاجة الشمس. بعد كده باذن الله النهارده معانا معلقه حلوه جدا جدا هتخليهم بقى ايه ما شاء الله تفتح نفسهم على الاكل وتقوي العظام وتشيل اي التهابات او اي التهابات في المفاصل. فحلوه جدا جدا وهي في بيتك معلقه حلوه جدا جدا ما تستغنيش عنها لاي طيور عندك عامه، اذا كان بط اذا كان حمام اذا كان فراخ. بجد هي حلوه جدا جدا. فباذن الله هنعمل وصفات دايما مع بعض وما عدتش هغيب عنكم طبعا. وده طبعا ديت الاميه ديت ماهيش ايه تبعهم خالص. ده الاميه ده طبعا دولت على تربيتين بس هم كانوا عمر واحد. فده مش تربيه بطه واحده يعني ايه كان حوالي 11 او 11 طالعين من تحت البطة من عندي. وكان في واحدة حبيبتنا كده ايه عندها 15 بطة جبتهم منها، واما لقيتهم مقاس واحد يعني فجبتهم منها وقلت بقى ايه تبقى معايا تربية كده وافوق لها كده وتبقى معايا تربية ناجحة وزي الفل. فعشان اخليها معايا تربية ناجحة وزي الفل لازم اهتم بهم، اهتم بالنظافة، اعمل لهم وصفات، اهولهم المكان، اطلعهم كده ايه في المكان على السطح كده او في مكان عندك فيه هوا. لازم تغير لهم الهوا لان الاكسجين كده ايه اما المكان بتغير الهوا بتلاقيهم ايه ما شاء الله
بيشيل من عندهم اي ميكروب لا قدر الله يجيلهم. تمام. فمعانا معلقه حلوه قوي قوي، هي المعلقه ايه. وطبعا باكلهم ايه، باكلهم علفه على عيش، ما شاء الله بتبقى معايا زي الفل. معايا كده بقى ايه زي ما انتم شايفين معلقه كركم حلوه جدا جدا، ما شاء الله ما تستهونيش بها. فما شاء الله طبعا بقى ايه خصصلهم كده معلقه، عندك كده معلقه صغيره كده معلقه شاي، وباذن الله هتستفادوا من الوصفات بتاعتها. طبعا بقى ايه جايب لهم كده رغيفين عيش ومكسراها، وده بقى ايه عارفه كده وسط. فبقى ايه ما شاء الله انا طبعا هتقولي انت ما انتش مكتره الكميه ليه. انا مش مكتراها عشان يقدروا اللي هم ما يسيبوش العلفه وياكلوا بقى ايه العلفه اللي هي بالكركم، عشان تقوي العظام وتفتح نفسهم على الاكل. وزي ما انتم شايفين كده طبعا ما شاء الله كلهم حلوين جدا جدا. طبعا لو ما كنتش اهتميت بهم ما كانوش هيبقوا ايه بالحلاوه ديت، او يبقوا كده ايه ما شاء الله عندي زي الفل ما شاء الله، ما فيش عندي اي حاجه مكسحه. فزي ما انا قلت لك طبعا ايه اهتمي بالطيور عندك، ما شاء الله هتلاقيه معاك التربيه ما شاء الله زي الفل. طبعا بالنسبه للاميه ديت هتقولها انت بنتي جايباهم في وسطهم ليه؟ انا والله يعني ايه كانت نايمه على البيض، و يعني كانت راقده وقامت كده، قلت بقى ايه عايزه بقى ايه اديلها كده اكل يكون كويس. فطبعا الطيور او البط الصغير اللي زي ده احنا بنهتم بيه، بيبقى بقى اكل علفة على بقى ايه خلطات على وصفات. فقلت عشان ايه البطة بقالها فترة، يعني بقالها شهر نايمة على البيض مفيش غذاء، فانا حبيت ان انا اغذيها مع البط ده. تمام. فسايبها بس لحد ما تتقل، وبعد كده بقى ايه هطلعها كده ايه من هنا واحطها بقى ايه مع الدق. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. اهم حاجه ما تنسوش اللايك ولا الاشتراك فضلا وليس امرا. وطبعا باذن الله هصور معاكم على طول، بس عايزاكم بقى ايه تفعلوا معايا كده في القناه وتشجعوني دايما اول باول. اهو زي ما انتم شايفين كده هم طبعا خايفين مني، فانا بقى ايه يعني منعت عنهم الاكل بقالي ساعتين. فقلت عشان ايه يقدروا ياكلوا الوصفه بتاعتي ويستفادوا منها. فانت لو حابه ان انت تعملوا لهم وصفه ما تحطيش اكل لهم حوالي ساعتين عشان يقدروا ياكلوا الوجبه اللي انت حطها لهم. واحيانا بحط بقى ايه في الميه ديت ليمونتين كده يشيلوا اي ميكروب، يبقى مضاد حيوي. فكل الحاجات ديت مفيده جدا جدا لاي طيور عندنا. فبرضك ممكن تحط برضك حبة البركة، جنزبيل حلو جدا جدا بيرفع المناعة. فكل ده بيبقى رافع مناعة. طبعا هم خايفين مني لان انا بصور، فاما بياخدوا حريتهم بقى لوحدهم بيقدروا اللي هم ياكلوا. وزي ما انتم شايفين كده فانا بحب اللي انا اقول لكم يعني ايه اي ست شاطره كده عندها تربيه كده ما تسيبهاش ولا تأهملي فيها، لازم بقى ايه تهتمي بها كده. لازم تطلعها في الشمس، لازم تعملها وصفات، لازم تاكلها اكل حلو عشان تيجي معاكي. فطبعا ما شاء الله ده عمر شهر ونص. يعني هم ما شاء الله داخلين على مرحله التسمين. فباذن الله هنمشي واحده واحده مع بعض. انا طبعا كان المفروض اصور لكم البط معايا من عمر يوم، بس حصل شويه ظروف وما قدرتش ان انا اصور الفتره اللي فاتت دي. فزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله معايا البط زي الفل. اهم حاجه زي ما انا بقولك النظافه والرعايه والشمس والوصفات. فباذن الله هنزل لكم يوم ويوم وصفه. فزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله معايا البط زي الفل. وطبعا هم داخلين على مرحله التسمين، ف استنظروا مني بقى ايه وصفات قويه لكل الطيور. انا طبعا برضو بربي حمام بس لكن يعني ايه ما بصور لكوش حمام كتير. فباذن الله هحاول ان انا اصور لكم اللي انا اقدر اللي انا افيدكم بيه. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده. اهم حاجه ما تنسليش اللايك ولا الاشتراك فضلا وليس امرا. مع السلامه.